السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ بتمنى دائما تكونوا بصحة وسلامة وكل الخير يا رب. اليوم طلعت وأنا حابة أحكي بموضوع. امبارح صراحة شفت هيك كم من فيديو. هاي الفيديوهات صراحة أعطتني طاقة سلبية كتير كبيرة، وأعطتني كم هائل منها. يعني وإنت عم تطلع عم تاخد طاقة سلبية كتير كبيرة. بعد ما قفلت ويمكن ما كملت معظمها، ويمكن كمّلت واحد لإنه أحيانًا بتشوف دموع بتكون دموع أصدق من دموع، دموع أصدق من دموع أو دموع بتوصلك. يمكن كمّلت واحد منها رغم إنه كان كتير متأخّر. بس بعد ما خلص يعني قفلت اليوتيوب، فكّرت قُلت هدول الناس اللي عايشين ضمن هاي الطاقة السلبية في الحياة، كيف بيقدروا يعيشوا؟ يعني كيف هم عايشين؟ كيف هم بيناموا؟ كيف لمّا يصحوا الصبح؟ هل بيصحوا الصبح فعلًا هم رايقين، يعني عندهم روقان براسهم، والّا عم بيفكروا بأشياء، مش حتى أشياء إيجابية، لأ أشياء سلبية، فيها ضغط على النفس، يعني فيها ضغط على الحياة. الحياة حلوة بالناس الموجودين فيها، الحياة حلوة بعيلتك، بأهلك، بمجتمعك، بأصدقائك. الحياة حلوة لمّا يكون حواليك ناس بتحبهم وبيحبوك بجد. العلاقات حلوة بوجود صدق، بوجود أمان، بوجود اطمئنان. كتير صعب إنك أنت تكون عايش ضمن إطار سلبي من الحياة. ما في عندك شي غالي بالدنيا، ما في عندك شي غالي بالدنيا إلا نفسك. هذا الحكي هو لحاله طاقة سلبية. أكيد الإنسان لازم يحب حاله عشان يحب الآخرين، لكن في بعض الناس حبهم لنفسهم بيقلبوه لعداء للآخرين، بيكونوا شاطرين بإنهم يخلقوا أعداء، صنع العداوات. في ناس بيكون هوايتهم يخلقوا لحالهم أعداء. عن جد امبارح قلت هدول الناس كيف عايشين؟ عايشين بجو المؤامرة دائما، عايشين بجو اكتئاب دائما. الحياة أبسط وأسهل من كل هذا الحكي. ناس ما عندهم قيمة، لا لمشاعر الناس، ولا لصداقات الناس، ولا لعطاء الناس، ولا لحب الناس. بس برجع بقول طيب هو على هاي المنصة حتى صلة الرحم، الإخوة والأخوات بطل إلهم قيمة. يا جماعة أنتوا كيف عايشين؟ عن جد كيف عايشين؟ كيف تتعايشوا بيومكم؟ حلو لما تتلقى مكالمة من أختك تسأل عنك، من أخوك يسأل عنك، من صاحبتك ما شافتك اليوم سألت عنك، ما سمعت صوتك سألت عنك. هاي بهارات حلوة بالحياة باليوم. اللي بيفقد هاي الأشياء كلها كيف هو عايش؟ وليه عايش؟ وعشان شو؟ عشان بس نعيش ضمن مؤامرات، ضمن توجيه اتهامات للناس، ضمن خلق عداءات للناس. اليوم هاي صاحبتي بكرة عدوتي فجأة بلا سبب. اليوم هذا صديقي بكرة عدوي فجأة من دون سبب. ليه يا جماعة؟ إيش السبب؟ مؤامرات مؤامرات مؤامرات، تبليات، إهانة للناس، إهانة للعشرة، إهانة للوقت، إهانة لكل شيء، لكل شيء. السؤال اللي بدي أسأله أنتوا كيف عايشين؟ أنتوا بتتغذوا على هاي الطاقة السلبية؟ بتتغذوا على هذا الاكتئاب اللي أنتوا عايشينه بالحياة؟ ليه؟ كيف أنا باجي في لحظة، في لحظة
بهدم علاقة صداقة امتدت إن شاء الله سنة، إن شاء الله سنتين، إن شاء الله 3، إن شاء الله 10. يا جماعة أنا إلي صداقات 20 سنة و25 سنة، إلي صديقة من 30 سنة، من قبل ما أجي أستقر بالأردن هون كإقامة دائمة، لساتهم صديقاتي. في إلي صداقات إلى 20 سنة و24 سنة و23 سنة من إطار عملي، كسبتهم من إطار عملي. وهاي أصعب الصداقات لما بيكونوا الناس في إطار عملك، في إطار منافستك معاهم، ومع ذلك إحنا صديقات ومن أجمل الصديقات. أنا ما بتخيل في إلي صديقة ما بتخيل ما أشوفها كل يوم، ولو ما شفتها ما بتخيل ما أحكي معها تليفون. صديقتي إلها مواقف معي، شاركتني بالحزن قبل الفرح، تدعمني، توقف معي، تسندني. أنا صديقاتي كان إلهم دور كبير إني أطلع من المرحلة اللي عشتها بعد وفاة والدتي. الصداقة مش إشي بسيط في الحياة، إشي كتير مهم بالحياة، إشي كتير رائع بالحياة. بس واضح إنه إحنا فعلياً لازم نختار أصدقائنا على الفرازة، عشان في يوم من الأيام ما ينهد هذا البرج اللي أنت حبيته من صداقاتك. يعني بتصير خلافات بين الأصدقاء، وبتصير أحياناً نهايات بين الأصدقاء، بس بتصير نهايات محترمة يعني نتحلى فيها بأخلاق الفرسان. كيف بتبيعوا عشرة وبتبيعوا وقت وبتبيعوا سنين وبتبيعوا مواقف هيك بلحظة بتكة؟ كيف؟ خائن الود لا يؤتمن. يعني كيف انتوا بتعيشوا بهذا الكم الهائل من السلبية في الحياة؟ كيف انتوا بتعيشوا بهذا الكم الهائل من الاكتئاب بالحياة؟ كيف بتناموا؟ كيف بتصحوا الصبح؟ كيف؟ يعني كل إشي في الحياة مهم، كل إشي في الحياة مهم. بيتك مهم، عيلتك مهمة، أهلك مهمين، أهلك أساس في الحياة، أصدقائك إشي مهم بالحياة. كل هاي الأشياء بتخلق عندك مجتمعك اللي أنت بتعيش عشانه ومشانه. بالعكس هو دائما اللي بيعطيك الدفعة لقدام عشان إنك أنت تعيش بحياتك صح. وهذا كله بداية بيجي من تصالحك مع نفسك مع ذاتك. ما بتخيل بيوم من الأيام أنا أنهي علاقة مع صديقة لإلي لمجرد خطأ بسيط أو لمجرد موقف. التمس لأخيك ألف عذر. ليه ما في عنا هاي الأخلاق الجميلة؟ ليه ما في عنا هاي الأخلاق اللي الرائعة اللي يمكن أصلا تعطيك تصالح مع نفسك مع ذاتك؟ حتى لو في نهاية علاقة، ليش ما تكون نهاية العلاقات وغلق الأبواب بأخلاق؟ ليه؟ ليه؟ ليه دائما عايشين بجو المؤامرة وجم التدمير ودمرني ودمرتني وهاي القصص الكتير اللي احنا بنسمعها؟ معلش بلا مؤاخذة، يعني احنا كلنا ناس عاديين. يعني ليش هالمؤامرات والكم الهائل من المؤامرات؟ وهذا خرب بيتي وهذا دخل ابصر شو عمل لي ايش في؟ ايش في؟ وليه لما بيكون صديقي معي بيكون ما شاء الله محطوط عليه عسل، يعني بشوفه إشي كتير جميل، ولما بتركه يعني بيكون عليه الغبرة معبيته من راسه لرجليه. يعني ليه إحنا ما بنشوف عيوب أصدقائنا إلا لما نتركهم؟ بالعكس أنتوا بتشوفوا عيوب أصدقائكم، لأنه كل واحد فيكم بيكون جاي من بيئة، من ثقافة مختلفة. حتى الشخصيات بتكون مختلفة. أنا صديقاتي المقربات مختلفات، كل واحدة فينا إلها شخصية. نختلف في مواقف ونتفق في مواقف أخرى، لكن لما نختلف، هل بنختلف يعني خلاص بطلت أنا وياهم أصدقاء، بطلنا صحبات؟
لما بيجوا مثلا بيقولوا لي انا مختلفه معك بهاي النقطه، لا يا كوثر انت هون غلطتي، هون خلص انت مش صاحبتي، انت مش صديقتي، يلا روحي، يلا روحي. انا ناسي كل السنين اللي عشناها مع بعض، كل العشره اللي بيني وبينك، اكلنا شربنا، في بيناتنا ذكريات، في بيناتنا مواقف، لا خلص خلص انا ما بدي، لانه خلص انت غلطتي فيي. هي هيك الصداقه؟ هي هيك الحياه؟ برجع بقول، اذا العلاقات اللي هي من الاخوه، من اخوك او اختك، ما إلهاش قيمه وما إلهاش اهميه، كتير عادي انه تكون صداقاتك ما إلها اهميه. ايش في يا جماعه؟ يا الله الحياة قديش صعبة لو كان عن جد مجتمعاتنا زي اللي عم نشوفه على اليوتيوب. كتير الحياة صعبة، كتير والله كتير. يعني فيها كم هائل من الطاقة السلبية، فيها كم هائل من الاكتئاب. كل إشي في حياتك مهم، كل إشي في حياتك مهم. فكيف إحنا بنتخلى عن جزء من حياتنا لسبب مجهول؟ لشيء انا يعني تيجي صاحبتي مثلا تقول لي خلص انا ما بدي احكي معك، ليه؟ دون اي تفسير، انا ما بدي احكي معك. بعدين اشوفها حاكي لصاحبه تانية، خانتني، دمرتني، كانت ابسط شو بدها تعمل. طب ليه؟ ليه؟ معناته الاساس ما كان صح، معناته النيه ما في نيه صافيه من الاساس. لانه مستحيل اني انا ما يكون في بيني وبين صديقتي عتاب، اعاتب صديقتي، اشوف يمكن انا غلطت، يمكن هي غلطت. احنا كلنا بنغلط ترى، فيش فينا واحد ملاك، فيش فينا واحد من دون اخطاء، ربنا خلقنا عشان نغلط. يعني الناس لما بتيجي بتقول لك ايش هاي المنصة، فعلا هي منصة ما بتعطيك الا طاقة سلبية، ما بتعطيك او ما بتورجيك انه كل اشي في الحياة ما له قيمة. لا، كل شي في الحياة مهم، وكل شي في الحياة له قيمة. لكن انت نفسك مش متصالح مع ذاتك، مش عارف، مش عامل قيمة لنفسك، مش عارف تحب حالك حتى تحب التانيين. في خلل، في خلل. دائما تخيلوا انا انام وافيق واصحى وانا ايش متخيله؟ كل الناس اعدائي، كل الناس بيحكوا لي مؤامرات، كل الناس متربصه فيي. الله 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 الله. صاحبتي اذا حكت لي كلمه بطلت صاحبتي، عارضتني برأي، عارضتني بموقف، سمعت عنها شيء. هذا السمع هذا يا جماعة، هذا أساس كل بلية. ما تسمع، شوف، اتأكد، اعرف. بعدين من حق لما تنتهي صداقة معينة أو ينتهي أي شيء، من حق الطرف الآخر إنه هو يعرف. ليه بتظلموا الناس؟ ليش بتهينوا الناس؟ ليه بتتصرفوا بهاي الطريقة؟ ليه؟ سواء أنا أتفق مع الشخصيات أو أنا لا أتفق مع الشخصيات، ولكن في إشي واضح، في إشي واضح. أنا طول امبارح واليوم وأنا بفكر يا الله قد إيه أنتوا حياتكم صعبة، والله قد إيه أنتوا خالقين حياة صعبة. على فكرة أنتوا اللي خالقين حياة صعبة. فيش عندكم رضا، فيش عندكم تسامح، فيش عندكم أشياء بتريحكم. ترى التسامح بيطفي على نفسيتك شيء من النقاء، بيطفي على صدرك شيء من شيء من الرضا. فلما الإنسان بيكون لا عنده رضا ولا عنده تسامح ولا عنده تصالح، كلمة بتوديه وكلمة بتجيبه، هذا كيف؟ هذا كله إنسان أول شيء بضر حاله قبل ما يضر التانيين. ويا سيدي ضر حالك بس ما تضر اللي حواليك. ما في عواطف، ما في مشاعر. إيش هذا التبلد؟ عن جد إيش هذا التبلد اللي في الناس؟ يا الله لو حياتنا هيك قد ايه صعبة، بجد كتير صعبة. أنا
في صاحبة بشغلي متعودة أنا أشرب أنا وياها على القهوة كل يوم، لمّا بتتأخّر أو بتغيب باحس إنه في فراغ، في فراغ. أنتم كيف هيك؟ أنتم شو بتصدّروا، شو بتعلّموا، شو بتقولوا؟ مساكين عن جد، بتحزنوا وحياة الله، والله العظيم إنكم بتحزنوا. الناس اللي مش عايشين لشيء ولا من أجل شيء بتحزنوا. الناس اللي ما عندها النهايات أخلاق بتحزنوا. الناس اللي عندها تخسر الناس على أول مفرق كتير بتحزنوا. يمكن هدول الناس حبوكم وأعطوكم، يمكن هدول الناس وقفوا معاكم على أساس مصلحتهم، يمكن دمروا أشياء بحياتهم على أساس أشياء أخرى، ولكن في ضرر حصل. أكيد الطرفين غلطانين. الطرف اللي اتهم والطرف اللي توجهت له الخيانة وتوجهت له الاتهامات هو الأكثر خطأ، لأنه ما عرف يختار صح، ما عرف يعرف كيف هو يوقف، ما عرف كيف ما يشتري عداوات الناس. كرمال عين تكرم مرجع عيون، هي بتنقال في الحياة العادية عشان ناس كتير قراب منك. كرمال عين تكرم مرجع عيون، لكن مش على حساب نفسي ولا على حساب الناس ولا على حساب اني اخلق عداوات ولا على حساب انه انا اخوض معارك ما الي فيها، وبالاخير بطلع خالي الوفاض. كتير محزن هذا الحكي، كتير. الله يعينكم عن جد كيف بتعيشوا، الله يعينكم عن جد كيف بتناموا. مؤامرات مؤامرات مؤامرات، فيش اشي غالي عندكم، والله العظيم بتضحكوا وبتحزنوا بنفس الوقت. الله يعينكم على اللي بلاكم في رب العالمين. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. بشوفكم فيديو جديد. باي باي.